ولكن بارسا المغرب دابا الحقيقي هو فريق المغرب. كيبان لي هذا ما جاش من عباد، جات من عام 2000 كيبان الفريق اللي كان في السنه الماضيه فريق صغير جدا. اظن بانه شخصيه الفريق البطل اصبحت موجوده في فريق المغرب كل صراحه بدون عاطفه، يعني بالقلب وبالعقل. وكيبان لي بانه ان الاوان باش يتعطى الحق العملي اللي فعلا من المناظرين الكبار المدربين الكبار، وهذه هي المناسبه ان شاء الله. وهذا الكلام كنتمنى يقال ان شاء الله. كتلخص الكلمه ديالك على انك فعلا كانت مباراه صعبه، وكانت في مباراه انا نقول بصراحه كي عايز تلعب بالصراحه ونعرف نتناقش بصراحه، هو تعرف العقل ديالك. هذه المباراه فيها شكوك، غادي يقول لك راه تعرفوا راه نساب راه عائله وحده راه غيكون فيها هذا. هذه المسائل بتاتا ما عمرها ما كتكون. هو اصلا الاخلاق ديالو النبيله وخذت شوف ما عمره ما يقول بحالها. لا هو ولا الناس اللي كاينين تما كيشتغلوا معاه. هذه الدرجه الاولى، لانه كيعتمد على الفريق ديالو. وشفتوا كانت المباراه اظن بانه كان فيها شويه، كان فيها بعد اول دراسه تكتيكيه الشوط الاول اللي شفتوا تقريبا كانت عقيمه من ناحيه، لان كل فريق كان سد المنافذ، لان كل فريق قال فريق. وانا كنعرف كما تنقول الفلسفه والرؤيه ديال سي علي العامري، لانه دائما كيبغي يسجل اكثر عدد الاهداف ما كتهموش واخا يسجل عليه اهداف. وهذه دائما الافكار ديالو. يقدر يسجل 5 يسجل هذا وتماركوا عليه 2 ولا 3 ماشي مشكل، مع العلم بانه خدم من الناحيه الدفاعيه حتى الفريق ديالو. اظن بانه وهذه اظن بانه لا نستبق بالرغم بانه كما تعتبر ديالها باش كسرنا ذاك الجدار ديال الكناني مثل الهدف يمكن من الدوره 16 مقابله، فهو يكون فرحان لينا الحقيقه. حنا فرحانين ان شاء الله بالشوط الاول، فرحان لينا. وتظهر لي بانه الشوط الثاني تبينوا، يعني كما تقول دائما الشوطين المغربيين تبينوا، يعني الكره تغيروا في الطريقه باللعب ديالهم. اصبحت هناك يعني كره جميله، جمل تكتيكيه، مناورات، فرص للتسجيل اللي كانت كثيره، كان يتسجل لنا اكثر عدد اهداف كنا حنا نسجلوا كذلك. واظن بانه اللي ساعد في هذا الشيء وهو الايقاع ديال الطابع في الشوط الثاني، وحتى التعب ديال اللاعبين والتركيز ديالهم، يعني بالتعليمات اللي فاتهم من طرف المدربين. فحتى الاهداف كانت جميله جدا. واظن بانه القوه اللي كتشكل فريق المغرب تكون، وهذه ماشي جواب على السؤال تتم، وهذه كتكون غير الفرق الكبار، لان ما كتعرفش شنو كينوض يقدر يسجل هذا، يقدر يجي زياد يسجل هدف، يقدر يكون خضروف كما سجل هدف، يقدر المناصب يسجل، يقدر يبقى بنيه يسجل، يقدر يجي باستثناء اللاعب اظن المحوري الكبير جدا المتالق. واظن بانه على الذكاء ديالي هذه السنه اظن زاد ظهرني اكثر، ومن اللي يستاهل الفريق الوطني كلاعب محوري يستاهل الفريق الوطني حقيقه. واستاهل باستثناء ذلك. الجولة الثانية كان واحد الفراغات ممكن شنو قلت انا شنو درت من بعد؟ لانه كتعرف بانه غياب لاعب شطيبي اللي اصيب في اخر مباراه ديال هذا، من بعد المباراه كنهيئوا باش تهيئ المباراه ديال كوناكري، ديال فريق كوناكري، ولكن للاسف دار الاصابه ديالو مازال هذا. فعندي في وسط الميدان يعني الجهاز الهجومي عندي الحراري، وعندي الحراري كتعرفوه ما عندوش يعني جاهزيه 100% باش يلعب، لان ما لعبش المباراه من شحال هذه. واظن بانه مع اللاعب هذا شويه وقع بانه تقريبا واحد الفراغات من الناحيه الدفاعيه، بقى اللاعب بصرير بوحده. واظن بانه هذاك باش كنت تغير وخصبه معمر، وانا لما نخصبه معمر وصلنا كتوازن. وكيظهر لي بانه هذه قراءات كتوقع اثناء المباراه والخط ديالي باش هذا، واكثر من هذا انت كتحاول باش تسد المنافذ وتتقرب باش تسد الهدف. فهنا كيكون له الجنان كيفاش كتحب باش تدخل عنصر اللي يقدر يزيد حاجه الهجوم، وعنصر اللي يحد من الهجمات الخطيره في الفريق المغربي. شكرا لكم.